فخر الصناعات الحربية تهان في الجزائر، جهزت لكي لا يتم رصدها. شبح يطير في السماء لمسافات عالية بدون صوت، تحمل 1200 كيلوغرام من المتفجرات. لم تفلح أي منظومة على إسقاطها. بايراكتار تي بي 2 تكنولوجيا أمريكية سلمت لتركيا. قوات الدفاع الجوي الجزائري رصدتها على بعد 500 كيلومتر، وعند اختراقها للمجال الجوي الجزائري وبالقرب من مدينة التنزاوتين الحدودية، كشفتها أنظمة الدفاع المتطورة وصنفتها انتهاكا معاديا للحدود، وتم التعامل معها بالسرعة القصوى، وهي إسقاط أي جسم جوي غريب يخترق الأجواء السيادية الجزائرية. 20 سنة لإنجازها وطلقة واحدة من الجزائر لإسقاطها. صدمة كبيرة من المخزن بعد صفقة كبيرة لشرائها من تركيا لاقتناء مثل هذه المسيرات. الكفة للجزائر والتفوق واضح، والتصدي للمشاريع العسكرية للمخزن مع الكيان الصهيوني